اشهر مثال على الحته دي هي الناس اللي بتشحن، بيجي مصاب او عنده حاجه او يجيب حد مريض او ويبقى عايز فلوس منك. فخد بالك ان ده حيلة نفسية للتلاعب عليك. التلاعب بالعاطفة هو لما حد يستغل مشاعرك عشان يوصل لحاجة هو عايزها، وغالبا بيضغط عليك عاطفيا عشان تاخد قرار بسرعة او تساعده، حتى لو الحاجة دي مش منطقية او مش في مصلحتك. مثال بسيط على ده، تخيل ان انت في علاقة وشريكك بيحكي لك ازاي كان يومه صعب وكان الدنيا صعبة جدا، وحس ان هو مش قادر يكمل معاك، وبعديها على طول تلاقيه بيطلب منك فلوس، وده عشان بس يعدي الازمة اللي هو فيها. طبعا بما انك بتحبها او بتحبه، قلبك هيحن وهتحس بالذنب لو قلت لا، وهتبدا تفكر لو ما ساعدتهاش هتبقى انت الشخص الوحش اللي مش واقف جنبها. بس اللي حصل هنا هو انها استغلت مشاعرك وتعاطفك عشان تاخد اللي هي عايزاه منك، سواء راجل او ست يعني ممكن يعمل كده. ليه الناس بتقع في الفخ ده؟ كلنا كبشر بنحب نساعد الناس اللي اكيد بنحبهم، وده بيخلينا نوافق على طلبات كتير من غير ما نفكر. المتلاعب هنا بيلعب على المشاعر دي ويخليك تاخد قرار تحت ضغط عاطفي. في دراسة علمية عملتها جامعة تورنتو، لقوا ان الناس لما بيتحطوا في موقف يستدعي الشفقة او العطف بيبقوا اكتر استعداد انهم يقولوا ايوه لاي طلب، حتى لو كان الطلب ده مش منطقي. يعني مثلا لو حد بيشتكي ان هو تعبان وزعلان، ممكن توافق على طلبه عشان بس تريحه، حتى لو طلبه ده مش مقنع او مش منطقي. في الشغل ممكن تلاقي زميل يقول لمديره انه مرهق جدا ومش قادر يكمل ولازم ياخد اجازه، طبعا المدير يوافق على طول عشان ما يبينش ان هو مش مهتم بمشاعر الموظفين بتوعه، لكن في الحقيقه الشخص ده ممكن ما يكونش تعبان ولا في اي حاجه، وعايز بس ياخد الاجازه لاي سبب تاني خالص. ازاي بقى تتجنب التلاعب بالعاطفه؟ هتفصل العاطفه عن المنطق. لما حد يطلب منك حاجه تحت اي ضغط عاطفي، اقف للحظه واسال نفسك هو الطلب ده صح ولا غلط. ما تخليش مشاعرك تقودك لاي قرار. حاجه اسال عن الاسباب، مش كل حد بيدعي انه في دقيقه بيكون فعلا كده. اتاكد من الاسباب الحقيقيه للطلب ده قبل ما توافق عليه. ما تاخدش قرار سريع، لان الضغط العاطفي بيخليك تحس انك لازم تقول ايوه بسرعه. خد وقتك، فكر في اللي بيطلب منك وبعدين قرر. الخلاصه، خليك واعي وفكر بعقلك قبل ما مشاعرك تسوقك وتاخد القرار ده. مش كل حد بيطلب منك حاجة بحجة انه في أزمة فعلا بيبقى كده، أوقات بيكون مجرد لعبة للتلاعب بمشاعرك. أشوفكم في الحلقة الجاية من 30 حيلة في علم النفس الأسود.